مساء الخير. هو الحاج دونالد ترامب بقاله بالظبط اسبوع او اسبوعين في الحكم، دخل على اسبوعين في الحكم وقلب الدنيا بتصريحاته المعتادة. هو الراجل بيقول لك انا هحتل كندا واحتل المكسيك وهاخد قناة بنما وهرجع بقى امريكا العظمى والكلام اللي بالكوا فيه ده. انا عايزك تتخيل لو الراجل دوت ما كانش كسب الانتخابات، كانت امريكا ديت يعني كانت هتتقلب، وكان اليمين المسيحي والناس اللي ورا ترامب. وهي المشكله مش في ترامب نفسه، المشكله في الناس اللي وراه، اليمين المسيحي الاصولي البروتستانت اللي بيأيد دونالد ترامب. هو تقريبا الامريكا العلمانيه فيها بعافيه شويه. التيار الديني المسيحي الاصولي ده، اليمين، متوغل في البلد، بالذات الولايات بتاعه الحزام الانجيلي والمعاتيه اللي ماشيين ورا ترامب، وعايزين بقى لعودة المسيح ديت. الفكرة ديت عندهم فكرة قوية جدا وبيقاتلوا من أجلها يعني. وفي نظر اليهود أو الإسرائيليين، إن عشان المسيح المخلص، هو طبعا ما بيؤمنوش بعيسى ابن مريم أو يسوع المسيح، هم عندهم مسيح تاني زي ما قلنا هيجي، المسيح المخلص أو المصايا بتاع بني إسرائيل. ولازم تتهيأ الأمور لظهور المسيح عشان يعملوا مملكة بني إسرائيل، ياخدوا يهودا والسامرة اللي هي الضفة الغربية، وياخدوا غزة، ياخدوا يسيطروا على كل أرض فلسطين، ويقيموا الهيكل، ويجيبوا بقى البقرة الحمراء عشان الذبيحة اللي هي هتبقى قربان للإله. يجي بقى ذبيحة للإله، يعني محرقة، اسمها محرقة. لما يبنوا الهيكل ويقدموا الذبيحة دي، هي البقرة الحمراء. وطبعا من أول حرب ونتنياهو ألقى بالتصريح اللي هو أنا حقق نبوة إشعيا، نبوة إشعيا، وهقتل عماليق، اللي هم عماليق دول الغزاويين أو الفلسطينيين. ترهات دينية بيؤمن بيها اليمين الأصولي في إسرائيل أو اليمين الديني، فهو نتنياهو بيغازلهم بالكلام ده. وطبعا الحاج ترامب عند اليمين المسيحي الإسرائيلي فرخة بكشك دلوقتي، لأن هو تقريبا بيحقق لهم اللي هم عايزينه، مش اللي هم عايزينه بس، واللي اليمين المسيحي كمان الأمريكي عايزه. لأن في نبوءة إن ظهور عودة المسيح بالنسبة للبروتستانت يعني مقترنة بإنشاء مملكة إسرائيل أو عودة مملكة إسرائيل. وهم اليهود لهم مسيح هيجي غير المسيح يسوع اللي الأمريكان مستنيينه أو البروتستانت مستنيين، المسيحيين مستنيين. والبروتستانت في أمريكا غير المسيحيين الشرقيين الأرثوذكس اللي عندنا. الجماعة اللي عندنا دول غالبا ما لهمش في حاجة، يعني ما لهمش في القصة دي خالص، يعني اللي هي قيام مملكة إسرائيل والكلام ده. هم البروتستانت المتشددين دلوقتي في أمريكا وهياخدوا أمريكا للهوية، يعني بالنظام اللي احنا شايفينه ده. والحاج ترامب ده اللي هو دستور الأمريكي دستور علماني ودستور الحريات اللي اتوضع مش عارف 1800 وكام، قبل حتى القرن ال17. والله ما أنا فاكر القرن ال17 ولا القرن ال18، من قبل حتى الثورة الفرنسية والعلمانية بتاعت فرنسا. وبيتاح الحريات وبيتاح العلمانية في أمريكا. ولكن اليمين الأمريكي دلوقتي، اليمين المتطرف أو اليمين المسيحي البروتستانتي، عنده يعني مضروب بالأوهام بتاعت المسيح ونبوءات المسيح والكلام ده. فترامب، أعتقد ترامب بيستغل الموضوع ده، الحشد وراه. واحنا مش ناسيين الواقع اللي هم اقتحموا الكابيتال الامريكي، مش عارف 6 يناير تقريبا،
قلبوا الدنيا. ولو ما كانش فاز ترامب في الانتخابات الأخيرة ديت، أعتقد إن أمريكا كانت رايحة في داهية يعني. كانت ممكن بوادر حرب أهلية. يقول لك بقى ده لو ترامب ما نجحش يبقى في تزوير والكلام من ده. فترامب ده جاي دلوقتي يعرض علينا مشروع. وبالنسبة له ترامب دلوقتي في مثابة المسيح المخلص لإسرائيل. هو طبعا مش المسيح يعني، بالنسبة لليهود المسيح هيبقى من سبط يهوذا، بس هو بيحقق لهم كل اللي هم عايزينه عشان المصايا لما يجي يبقى مملكة إسرائيل كاملة. عايز بقى يطرد عماليق، أو يطرد الغزيين، ويطرد الفلسطينيين كمان من الضفة، وياخدوا الأرض كلها تمهيدا لإسرائيل الكبرى اللي هي من نهر مصر للنهر الكبير، نهر الفرات. الكلام ده جه في سفر التكوين، اللي ربنا بيخاطب إبرام أو إبراهيم بالنسبة لنا، بيقول له لنسلك هذه الأرض من نهر مصر إلى نهر الكبير نهر الفرات. لنسل إبراهيم اللي هم بالنسبة لهم إسحاق، هم رموا إسماعيل يعني، وبالنسبة لهم الذبيحة هو إسحاق مش إسماعيل، بالنسبة للمسيحيين كمان. فما يعني تغافلوا إن من نسل إبراهيم كمان إسماعيل اللي هو إيه، زي ما بيقولوا أبو العرب أو من نسل العرب. وإسحاق خلف يعقوب وخلف عيسو. طبعا عيسو برضه نفس الكلام، ما دخلش في القصة بتاعتهم ديت. هو من نسل إبراهيم برضه عيسو، عيسو أخو يعقوب، لكن هو يعقوب اللي هو إسرائيل خلف الأسباط، وأبناء الأسباط بقى هم بني إسرائيل. فهي دي الأرض ديت بالنسبة لهم دي بتاعتهم، اللي هي فلسطين والأردن وجنوب لبنان وأجزاء من سوريا وأجزاء من العراق وأجزاء من مصر. فهم عايزين يعملوا المملكة دي هي مملكة إسرائيل. وطبعا يهدوا المسجد الأقصى ويبنوا الهيكل، أو بيت الرب زي ما بيقولوا، والشعوب اللي حواليهم دي تخبط دماغها في الحيط. فترامب بقى إيه عايز يحقق لهم الأهداف ديت، الأهداف الدينية ديت. هو مش كل الإسرائيليين بيفكروا بالطريقة دي، هو اليمين اليهودي أو اليمين الصهيوني اللي بيفكر بالطريقة دي. بس في ناس علمانيين كتير جدا في إسرائيل وعايزين بس يعيشوا في سلام مش أكتر. إنما الحزب الحاكم بتاع النيتن ده وبن جفير، هو بن جفير ساب الحكومة عشان نتنياهو وقع الاتفاقية واستلم القصر. ناس يا أخي يعني مش عايزين يعيشوا، عايزين يعيشوا في حروب دايما. كل ده بسبب خرافات دينية، والأرض دي بتاعتي وأنا مش مدي حاجة لحد، ينعل أبو أوسلو ينعل أبو كامب ديفيد، بلا سلطة بلا حماس، مش عايز أي حد هنا في الحتة دي. بس طبعا مصر رافضة حوار التهجير ده، وكمان الأردن رافضة. الحاج ترامب عايز يعادي الدنيا كلها. انت معادي كندا ومعادي الصين. طبعا الصين لسه عاملة مش عارف ابلكيشن ولا برنامج جديد مكسر الدنيا يعني. وبيمنعوا تيك توك، قال لك التيك توك ده بياخد بيانات الامريكيين. وفي حرب كبيرة جدا بين الامريكان وبين الصين. عدو ترامب رئيس الصين. لا وبيزود العداوات بقى، كندا واستراليا. يقول لك انا حلف الناتو ده، انا هطلع من حلف الناتو. حلف الناتو بيعمل لي ايه؟ لا والسعوديه كمان تدفع لي فلوس عشان اروح ازورهم. ومصر تهجر الفلسطينيين هي والاردن. وقطر ما عرفش تعمل ايه. الراجل ده عايز يعادي الدنيا كلها. الراجل ده يعني لو كمل ال4 سنين بتوعه غار في داهيه بدل ما يودي امريكا في داهيه. وكده مودي امريكا الاصوليه يعني. الحزب الجمهوري كان مصلحه امريكا اولا وكل حاجه، بس مش بالطريقه بتاعت ترامب دي. الطريقه بتاعت ترامب ديت يعني المشكله مش في ترامب، المشكله في اللي ورا ترامب، البهايم اللي ورا ترامب، الاصوليين المسيحيين البروتستانت دول هم اللي هيبوظوا الدنيا على امريكا. والدول العربيه طبعا لا حول لها ولا قوه.
بس احنا بالنسبة لنا حتة التهجير دي، ما هو هم اصلا الغزيين عمرهم ما هيسيبوا ارضهم. انت شفت الجحافل اللي جاية من جنوب القطاع ورايحة شمال القطاع، شفت الناس قد ايه؟ دول ناس بقالهم 15 شهر بيتضربوا وعادي، وهيرجعوا عادي بلدهم عادي خالص ولا كأن حاجة حصلت. شعب جبابرة على رأي ياسر عرفات أبو عمار، شعب الجبارين فعلا يعني. حتى لو انضغط على مصر وانضغط على الأردن، وده مش هيحصل يعني بالنسبة لمصر بالذات، لأن ده أمن قومي لمصر. وأنت هتدخل الغزاويين في سيناء، والغزاويين دول من ضمنهم حماس. طب وحماس دي مقاومة، هتقاوم إسرائيل، هتقاوم إسرائيل منين؟ من سيناء. فهو يقول لك أنت في صواريخ جاية من عندك في سيناء، من سيناء، يا إما أنت تسيطر يا إما أنا أخش بقى إيه أسيطر عليها. وده هيجعلك في إيه، مواجهة مع إسرائيل كمصر. فبعد ما تهجر لك الغزاويين، هتقول لك انت في مشاكل جايه من عندك في سينا، فانا هخش عشان إيه، نخلص الموضوع ده لو انت مش هتعرف تخلصه. فهتضرب في الغزاويين في سينا، فالجيش المصري مش هيعرف يتفرج، هيدافع عن ارضه، فتخش في حرب مع اسرائيل. هم عينيهم على سينا من الاخر، هم عايزين ياخدوا غزه، بعد غزه ياخدوا سينا. وجنوب لبنان طبعا الستين يوم اللي كانوا بيقولوا عليهم عدوا ولسه ما انسحبوش لحد الان. واخدين الجولان في سوريا، وهم يعني دولة توسعية. يعني انتوا مش مثلا نعمل حل الدولتين مثلا وننتهي من الحوار ده. الحوار ده بقى لنا من 48 واحنا فيه. لا، مفيش دولتين، هي دولة واحدة، وانا هاخد الارض ديت وانا معايا السلاح ده اهوت، وورايا امريكا ومحدش هيقدر يعمل لي حاجة. يعني عاملين فيها بلطجي المنطقة. هي لو امريكا قفلت عليهم الحنفية خلاص طلع دين ابوهم، هي- هي- هيتبهدلوا. ما نشوف بقى الحاج ترامب اللي هو المصايا بالنسبة له، ما هو المسيح المخلص بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لأمريكا كمان. يعني الناس اللي ورا ترامب دول بهايم، وهيودوا امريكا في داهيه. ربنا يستر من العقليات دي.